والمدثر والأذان قم فأنذر ربك فكبر وربك فكبر وثيابك طهر وثيابك فطهر الفلق قد يفلق. هذا الغلام الصغير 2 و4 أشهر آية من آيات الله. لما أخبرني الشيخ شكيب قال لي يا شيخ هناك طفل 2 يحفظ القرآن، لم أصدق أولا لولا أني رأيت بأم عيني. هذا الطفل إذا قرأت له الآية يكملها، سواء كانت في سورة المائدة أو في سورة الأنعام أو في سورة الأعراف، يكملها كأنما يحفظها. إذا أعطيته المصحف فيضع أصبعه في الكلمة ويقرأها صحيحة وهو لا يعرف الحروف، يقرأ السورة باسمها يكملها تماما. وإذا أعطيته كتابا ليس كتاب قرآن فتحه ولا يقرأ منه إلا ما كان قرآنا أو حديث، لا يقرأ منه إلا ما كان قرآنا أو حديث. هذا طفل عنده ليس 5 أصابع إنما عنده 6 أصابع، الأصبع السادس على شكل كلمة الله. ولما أرادت أمه أن تجري له عملية جراحية قال لها الطبيب لا داعي، لأن هذا الأصبع ناتج مع الأصبع الخامس، فلو أننا قطعنا هذا الأصبع سينبت مرة أخرى. هذا الطفل ليس موهبة ليس حفظ، إنما هو معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. نجد من يحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، عمر 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، ونجد أيضا من يحفظ القرآن العظيم كاملا وهو لا يعرف من العربية شيئا. اتقوا الله واتقوا الله اعلموا أن الله شديد العقاب. سورة آل عمران. نسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب ورقة عاد نشد لك عاد خلاص ما نحيلوش. إن الله لا يفعل ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والذي سويكم كيف يشاء. بارك الله فيك. كيف يشاء. لا إله هو عزيز حكيم. هو عزيز حكيم. هو باش يبدا المصحف هو مصحف. في الليل سبحان الله وحنا قاعدين كنت ولادي رقتهم، كنت دايره القران في التلفزيون ودايرته على الصامت، وهو قاعد قدامي وقف عند الشاشه والله العظيم يقرا لي في الايات واحده مع واحده، يعني واحده مره اختها يقرا الايات باسترسال دون اخطاء، ويخزر في الايه ويدور لي ويقراها لي. وقلت لك يعني وعام ما كاينش اللي قراه حروف ولا قراه كتاب ولا تحفظي ممكن، بس باش توصلي تعطي العام ولا عام وحاجه تعطي له ايه يقراها، يعني هذه المنطق ما يقبلهاش. انا وليدي يقرا سوره يقرا ايه وفي سن مبكره، وقلت لك ولا يحسن الكلام، يعني هذه العقل ما يتقبلهاش. كنت وحدي في الدار صدقيني خفت منه يعني انا امه طفل يقرا لي في القران خفت منه، جاتني شحال من حاجه في راسي، قلت سبحان الله كيفاش يقرا، يعني شكون علمه. اندهشت في الامر. سوره الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون العالمين نذيرا الذي له ما في السماوات وفي الأرض ولم يتخذ ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء تقديرا. شو يحط حتى صبعه ويعرف الآية ولا أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شنو أكله سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سورة الإخلاص.
هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يولد. لم يلد ولم يولد. لم يكن لم يكن له كفوا أحد. فلق. يعني بهذه الطريقه نهار كامل هو يلعب. فلق. نهار كامل شوف هذه فلق. سورة الفلق. الخير. إخلاص. إفلاس. فلق. فلق. قلت يا ربي فلق. قل أعوذ برب الفلق. الناس. الناس. فتح. الناس. الناس. قلت يا رب الناس. قلت يا رب قل أعوذ الناس. برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. ما يشاء يقبور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع ما في القبور. الآية اللي قراها. أي هو المتصل. يا أيها المدثر وأنت قم فأنذر ربك فكبر. وربك فكبر ثيابك طهر. وثيابك فطهر. إليك قل أوحي إلي أنه مستمع من الجن. أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عربيا يوسف هاي يوسف عاوز سمعها تين تين يوسف هاي منا يا هنا احنا أشيلي تين أشيلي ها أشيلي ما فهمتش لك صدق. انا بنشرح لك صدرك أنا كوزك رفعنا لك وزرك أفلق. الفلق. قلت يا فلق. نجد من يحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، عمر 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات. ونجد أيضا من يحفظ القرآن العظيم كاملا وهو لا يعرف من العربية شيئا، يكون أعجميا. ونجد أيضا من يحفظ القرآن العظيم في سن يعني كبيرة، يعني بعدما يبلغ بنا العمر يعني مبلغا كبيرا 80 سنة 90 سنة أو أقل من ذلك قليلا، لكن لم نجد من يحفظ القرآن. كل هؤلاء الذين ذكرت يحفظونه بطريقة التلقين، إما أن تنعدم له وسيلة القراءة فيلقن سماعا ويحفظ، وإما أن يداوم على حلقات فيسمع كثيرا ويحفظ كذلك، لكن أن لا يلقن ثم هكذا بعد عام من ولادته كما حدثتنا أمه أو عام ونصف يقرأ القرآن من حفظه، هذا شيء عجيب. الله عز وجل أراده لهذا الصبي، نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا على هذه الأمة. والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها. شو يحيى يا يحيى خذ راحت الآية. ريح شو ريح ها شوف خذ الكتاب وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فيا رب بارك واحفظ هاته القناة التي فتحت فضاءها لمثل هاته البركات. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.